الملك محمد السادس قبل قليل من الآن يأمر بأوامر عاجلة مستعجلة وفورية. قرار جديد سيطبق بالمغرب وبأمر عاجل من جلالة الملك محمد السادس شخصيا. أولا، وقبل ما ندخل في التفاصيل الإخبارية، ما فيها باس نعاود نجد فخرنا بكوننا مغاربة وطنيين. عن نفسي أتحدث، أعتز بكوني مغربية، أفتخر بكوني مغربية، والحمد لله الذي خلقتني مغربية ولم تخلقني كرغولية. كلنا فخر برايتنا الحمراء اللي فيها نجمة خضراء، وكلنا فخر بملكنا محمد السادس أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين، ملك العلم والأصالة والانفتاح، الملك الوحيد بالعالم بأسرها الذي يبدأ جل خطاباته الشريفة بعبارة شعبي العزيز: يفرح لأفراح الشعب ويحزن لأحزان الشعب. أما عن التفاصيل، فقبل قليل وردتنا أخبار جديدة، فبلاغ قبل قليل من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، فبأوامر سامية وشخصية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ذكر بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قبل قليل أنه بتعليمات ملكية سامية سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022 وبحضور جلالة الملك محمد السادس شخصيا. وأضاف: سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير منذ وصوله إلى مطار الرباط سلا حوالي الساعة 5 مساء، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر وساحة شالا وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس، وأيضا وشارع مولاي الحسن وباب السفراء. وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المنتخب سيحظون عقب ذلك باستقبال ملكي في القصر، وذلك احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. وكان أسود الأطلس حققوا إنجازا تاريخيا بعد أن أصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال. وقدم المنتخب المغربي أداء دفاعيا قويا أسهم بشكل كبير في تخطي العديد من المنافسين الذين يملكون نخبة من أشهر المهاجمين في العالم، على رأسه كريستيانو رونالدو مهاجم أو منتخب البرتغال. فهنيئا لنا بأسود الأطلس، فزتم يا أبطال بقلوب المغاربة، فزتم بقلوب العرب وبقلب جلالة الملك محمد السادس شخصيا، فلنا كل الشرف بهذا الإنجاز الذي قدمتمونه لي أو في سبيل الوطن وفي سبيل الشعب المغربي. نحن كلنا فخر بكم يا أبطال.